السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في اللغة العربية. هنحل مع بعض أنشطة درس قصة الاستماع أنا وأنت. طبعا قصة الاستماع عارفين ان ده درس قراءة فقط يا سنة تالتة، يعني بنقرأه قراءة جيدة، أولي الأمر بيقرأوا القراءة الجيدة، وانتوا بقى يا شطار بتعرفوا على المعاني الجديدة اللي في الدرس وشرح الدرس، وبعد كده بنحل الأنشطة. والدرس ده مشروح على القناة قبل كده، فاليوم هحل معاكم الأنشطة من صفحة 129 وحتى صفحة 130. لو حابين نعيد شرح الدرس تاني ممكن تقدروا تكتبوا لي في التعليقات، وبأمر الله نشرح. تمام. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك للفيديو. لو اول مره يشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. اول نشاط معايا اكمل الجمل الاتيه بالكلمات المناسبه مما يلي. عندي الكلمات الطباع، الاحفاد، الهدايا، مختلفات، اصوات. الف، يحصل كل طفل في العائله على هديه مختلفه عن غيره. كان عمرو مشغولا بالإيه واحتفال يوم العيد بالهدايا. امتلأ البيت يوم العيد بإيه؟ بأصوات لاعبي الأطفال وضحكاتهم. بدأ الجد بإعطاء حمزة الهدية وهو أكبر الأحفاد. يختلف الناس في الطباع، فمنهم الهادئ والسريع والحركي. ده كان موضوع الدرس يا حلوين. كان يوم العيد والجد بيوزع الهدايا، والهدايا للأطفال اللي في العائلة مختلفة. ليه بقى الاختلاف ده؟ عشان البشر مختلفين في الميول أو الاهتمامات. كل واحد كان وزع لكل طفل حسب اهتمامه أو ميوله. وعرفنا انه الناس هتختلف في الطباع، فمنهم الهادي والسريع والحركي، والكلام ده هنفهمه في الدرس. نشاط 2. صل كل عبارة بما يناسبها. يتشابه عمرو ومدحت في ايه بقى؟ عمرو ومدحت بتشابهوا يا ولاد في العمر والصف الدراسي. يختلف عمرو عن مدحت في ايه؟ في الاهتمامات والميول. ساعد عمرو امه في ايه؟ في تزيين البيت واعداد الفطور. يعرف الجد ميول واهتمامات كل طفل في العائلة. تمام. نشاط رقم 3. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أعطى الجد لأحفاده هدايا مختلفة لأنهم يختلفون في الشكل ولا العمر ولا الميول. لا طبعا الميول. كانت هدية الجد لعمرو كانت إيه؟ سيارة تفك من الداخل ومعها أدوات فك وتصليح. اجتمعت العائلة يوم العيد في بيت الجد. لا، اجتمعت العائلة يوم العيد في بيت، مش طبعا مش الجد يا سنة تالتة، في بيت عمرو. بيت عمرو ده يا حلوين اللي بيحكي صديقنا اللي بيحكي القصة. تمام. يحلم عمرو بأن يكون ايه؟ مهندس سيارات. الصفحة اللي بعد كده نشاط رقم 4. اكتب أمام كل جملة اسم الشخصية التي تتحدث عنها. يحلم بأن يكون مهندس سيارات. مين؟ عمرو. حصل من جده على موسوعة كبيرة في العلوم. مين؟ حمزة. أول طفل أخذ هدية من الجد. أعطى كل طفل في الأسرة هدية تناسب اهتماماته يوم العيد الجد. صنف الكلمات الآتية فيما يلي. الشكل والاهتمام والطباع. في كلمات هنا يا حلوين كل كلمة منها بتدل على الشكل أو الاهتمام أو الطباع. الشكل ده هنقول الشكل كله. الشكل كلمة الطويل، واحد بيكون شكله طويل وقصير، والقصير والأسمر ده هنا الشكل بتدل على الشكل أو تعبر عن الشكل. الاهتمام بقى بيكون ايه هنا؟ الرسم، بيهتم بالرسم. العلوم بيهتم بالعلوم. بالرياضة بيهتم بالرياضة، ده الميول أو الاهتمام. الطبع كل واحد طبعه ايه بقى؟ الطبع بيكون السريع، ده طبعه سريع. والهادئ طبعه هادي. والحركي اللي هو كثير الحركة. نشاط 6. اكتب أسفل كل شخص الهدية التي أهديت إليه. ده حمزة الجد أهدى له إيه بقى؟ موسوعات كبيرة في العلوم. إن عمرو صديقنا اللي بيحكي القصة سيارة، هي سيارة تفكك من الداخل. مدحت سيارة إلكترونية. صل كل شخص بالهدية التي تناسبه. هنا الطبيب الهدية ايه؟ هتكون هدية طبيب. لما نجيب له هدية او نقدم له هدية تكون سماعة. انما الرسام الهدية اللي تناسبه اللي هي الفرشة ولوحة التلوين. البنوتة
تناسبها اللعبة اللي هي العروسة، انما الولد تناسبه اللعبة الايه السيارة او العربية الصغيرة دي. حلوة. صفحة 131 يا حلوين، بيقول استمع إلى الفقرة صاد 254 ثم أجب. صفحة 250 في فقرة مكونة من سطرين أو 3 بنقرأهم وبنحل الأسئلة. أنا هحل الأسئلة على طول علشان وقت الفيديو وترجعوا تقرأوا الفقرة. ده علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يلي. الاختلاف يجب أن يكون سببا للنزاع والصراعات. إجابة خاطئة. خلقنا الله تعالى مختلفين ليكمل بعضنا بعضا. إجابة صحيحة. أكمل. من الأشياء التي يختلف فيها الناس الشكل والميول. استمع إلى الفقرة صواد 254 ثم أجب. طب في تاني فقرة في صفحة 254. أكمل ما يلي. خرجت بطلة القصة مع أمها لتختار هدية لصديقتها وفاء. ستشتري بطلة القصة مجموعة قصص لتقرأها صديقتها وفاء. ده علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يلي. تعشق وفاء قراءة القصص والروايات. إجابة صحيحة. نشاط 3. استماع برضو للفقرة اللي قلنا هنقرأها، تقرأها يا سنة 3. ده علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يلي. يتشابه جميع البشر فيما بينهم في الطباع. إجابة خاطئة. كل واحد طبعه مختلف عن التاني. الاختلاف موجود في كل مظاهر الكون من حولنا. إجابة صحيحة. تخير الصواب مما بين القوسين. من مظاهر الاختلاف التي ذكرت الفقرة اللي هنقرأها في صفحة 254. مظاهر الاختلاف اللي ذكرت فيها المياه العذبة والمالحة. ده كان فيديو اليوم يا سنة 3. وبأمر الله الفيديو اللي بعده همزة القطع وألف الوصل. الدرس ده مشروح باستفاضة، والأنشطة نفس الأنشطة محلولة، والفيديو موجود على القناة، وكنت شاركت الفيديو على المنتدى، وبأمر الله هرجع أشاركه تاني يا حلوين. همزة القطع وألف الوصل ده موجود، تقدروا تشوفوه على القناة. تمام. نفس الفيديو ونفس الأسئلة اللي هنحلها هو هيكون نفس الفيديو، فطالما موجود خلاص نشوف فيديو بعد كده غيره. أشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.